أرد ودقوا جوا ويسيطروا عليها، يخلوا شواطين الجنجويد ده بعيد من الفاشل. وتكلمنا عنها، خروج الكراكيب بتاع 56 بتاعكم نشيلوه ودوه نهود يوم اللي قلنا لكم هنا. ما قلت انا؟ قلت يا اخوانا بادروا بانه يطلع الجيش اصلا ما هينفع، ما هينفع يا بشر لو تفهم، ما هينفع. والله انا اقول لكم شنو، الجيش القاعد في غرب السودان ده ما الجيش يقدر تاني يغير اي موازين حرب على الاطلاق. ولا انا كذاب، انتظرت 2.5 الان تدخل في سنه الثالث. عمل شنو؟ قول لي. زار الطين بالله، ماتوا موت من 10,000 ل 200,000 بني ادم. خسرت دارفور ده كله، سلمت لجنجود الان، سلمت كله جنجود. اللي جاي من نيجر واللي جاي من اي مكان سلمته. ده غباءك انت وانانيتك وجهلك وعدم قراءتك المشهد اللي قدامك ده، ودار انت تمشي نفس الكلام ده. تدور احبل هنا. الله دخلتنا بس نجيب بندقيه نمشي نموت بدون اي حاجه. شيل بندقيتك، جيب اولادكم انتم وجيب حواشيكم واهلكم، دخلوا في المعركه مباشره. يعني احنا والله سيبنا من الحرب. قياده ما بتعرف مسيرها، عارف ماشي وين ده ياكل زباله يجيب اهله، لانه سرقتوا المال اللي استلمته من برهان ده. خليه ينفعكم يا عربي ادين نوريكم المال اللي استلمته من برهان ده، خليه ينفعكم. زول طبعا يقول لي ما استلمنا مال، استلمت مال يا زول. تنكر الكلام ده، عندنا فواتير يجي وقتها هو يهدينا من هنطلي فيكم كلكم. مش انا قلت لكم بعد سقط الفاشل ده ما عندنا حاجه نخشاكم ولا اي فيكم، لا في كبير ولا صغير هنا، ولا اهلي ولا قبيلتي ولا قريبي ولا صغير ولا قصير. الداير يبقى اعلى ما خلف اركبوها يا كلاب كلكم، على بعضكم على عشاتكم كلكم، لانه قاعدين في حته الواحد ده تلفوا. يا اخي خيارات يا اخي ما عندها اي فهم بتاع انه الحرب ما هيمشي وين، هيتجه لوين. انا لا يمكن اقعد لي في مشروع 2 ماشي ورا بس. انت غنينا انا اللي اتكلم من اول يوم ان الحرب بيحتاج الطرف الثالث. ادخل يا بني ادم، الحرب ما حربك، انت ما حسست عليها، انت ما قومت عليها، انت ما جزء منها، انت بعيد كل البعد. انت شعوبك ده ما جاهز للحرب، شعبك ده مرق من حرب الاباده يا كاهن يا حمار. يعني شعب دخل في قريب ل 18 سنه في حرب الاباده، قاعد في معسكرات جلهم مهاجرين. انا قدامك ده وبلاك وكل ده حجرنا من ويله الحرب المين. يعني 90% من شبابك مهاجرين، انت ما مستعد للحرب. حرب بدا، حرب بتاع بدن، حرب بتاع السلطه بين جنرالات بتاع السلطه اللي انت كان تقاتلهم هم مع بعض اثنين. هنا حرب ما بدار اندفاع، دار عقل، عقلك ده شغله هنا. جيت اندفعته، ويا ريت لو اندفعته بالصوره. فلنفترض انه دخلته لانه سلوك الجنجويد كان بخليكم تدخلوا اداره المشهد بتاع الحرب ده. بالله عليك الله شوف، والله اتفق معك ما يقود الحرب دي. لا بدا بذكائهم وبانانيتهم وعنصريتهم، والله صفوكم زي الصفه بتاع الارق ده. ما خلى فيكم شفت زول واحد لف فيكم. الباقي ذات دار ينتهي بكم الان. قال معاذره بتاع 13 ابريل، الان منو 13 ابريل؟ لا 13 ولا زباله يا زول، ما نطلع ولا شبر واحد، شبر واحد ما نطلع اي 13 ولا حزن. البلد زي ما قلت لك، من عندك مشروع بتاع بناء بلد انا بكون معك، ما عندك اقسم بالله ما ابدا لك من تحرير ولا كسم ولا عدل مساواه ولا كسم. عندك مشروع بتاع بناء بلد احنا نكون معكم. ما عندكم قصه بتاع 56 ده، 56 ده حابين لنا وايجاد جيل شجره ما بخلونا في دارفور، شجره واحد ما بخلينا في دارفور. وانت ما عندك قدره بدون الحوادث ده ما تسترد دارفور لليوم الدين. غرب للمشهد دي واتجه لمشروع بتاع بناء بلد. اغني حواضنك ده انه انا بقائد الزول المات في دندر ده الليله اجابته على شنو؟ المات في شندي اجابه بتاع شنو؟ المات في صحراء هناك عندك اجابه؟ ما عندك. يبقى الان اسال اجابه على النازل انه نازل ماتوا من اجل السودان الجديد ده، ماتوا من اجل بناء بلد جديد، كارت كرتون، جيش جديد، شرطه جديده، مؤسسات جديده. اذروايز والله ما ينفع. والله لو نتيت شنو ما هتقدر تغير المشهد ده. انا مش احل لكم، والله ما هتقدر تغيره. هي مساله بتاع وقت بس.
في اي مشروع سياسي ما عنده اهداف سياسيه مستقبليه للشعوب ده، فليذهب الى مزبله التاريخ يعني. وما هنبكي عليها يعني صراحه يعني شنو حركه يعني شنو انت حركه عندك 23 سنه قاعد شهيدت ده، ترجع ثاني تلف زي الدرب كلب قطعوه وربطوا له نار يعني، لا في نفس الحته ده. يا اخي بني ادم يا اخي عاقل لوين يا اخي؟ يا اخي لك دينكم يا اخي، جيوبكم ده يتملى يا اخي، كفايه يا اخي. اتجهوا لشعبكم ده اللي تركتوها الان، شعبكم اللي خليتوه لاجئين، انتوا خليتوها مشيتوا ليبيا، لاجئين خليتوها مشيتوا تشاد، الان لاجئين خليتوها اتقابلتوها في وين؟ في دبه. يا اخي متى يا اخي؟ ده فشل، انا بالنسبه لي فشل، اقسم بالله فشل. ما فشل من قيادات، ما فشل من المقاتلين. والله من منبر ده انا اي مقاتل تابع للقوى المشتركه، والله انا اقول لك يا اسف، يا اسف، والله انا اقول لك انك انت تستاهل انك في مكان وقدر اللي انت تقدمه، لكن عندك قيادات ارانب، قيادات بهم المال اكثر من دمك وارضك، عشان ده غزولك وخطوك في حته المشهد اللي انت قدامه هسه قاعد. انا سميت الان الناس المشتركه دي الان داري يشيلوا من ابيد ومن جبهه بتاع غرب الكردفان، داري يودوه في الجنوب في مناطق الاسيا. انا جبال قلت لكم ده يعني موت يعني محرقه. كل عالم والله قلنا عندنا، وانا اخشى اي زول كسوم اي زول ده الداري عشان خليه يطلع فوق هنا بتاع حركه ولا يحضنوا ويهدني بالامك ذا. اي زول بتاع حركه ولا يحضنوا، ما تجي هنا تودوا ولا تجيبوا، ادينا نوريكم نحن ما بعد ده نخشى اي زول. انا قلت لكم انه فاشل ده سكت، اهلنا نحن قدامنا ده ماتوا حتى الان ما قدرنا ندفنهم يا كلاب، ما دفناهم، مش هم جبناء، لانه اخفقتوا في انه الناس دل خليتهم في ودي بتاع سنتين باكلوا انباسوا جلود يا اخي. اختشوا على عندكم وش تيجي تشهد وقال معاذره بتاع اخوات المسلمين، ما اقول اخوه المشترك عشان اطلع معك يا كلب، قول اخوه المشترك يوم واحد هو المصلح، خليه يطلع لك طول، امشي لندن ده الليله هيطلع لك منو؟ انا قاعد في بريطانيا هنا في المدينه انا قاعد ده والله شخص واحد ما بطلع، شخص واحد والله ما بطلع، اتحدى اي زول بكره ده خليه يطلع هنا في المدينه انا قاعد ده يقف في مشهد واحد، ما في والله شخص واحد ما بيطلع. يلا زباله يا اخي. تصور عندك حاجه ولا انت شكلك كده شكلك كده بالليل يا عم ابوي ولا لا؟ انا غير الكلام ده والله واحد مهزم وهو يقول الكلام ده. قلنا ده المشهد قدامكم. انا بالنسبه لي بعد ده ما بتكل على اي كيرات وهميه، عفى انها الزمن وصدفه قادوا القصه دي، والان فشلوا في اول مشوارهم فشل ذريع جدا من البلد. بعد ده احنا الزول اللي بيقدم سودان، انا الكلام ده قلته غير الجنجويت والجيش اي مشروع عشان ده شوف الحركه الشعبيه. انا قلت لك انه لو الناس الحركه الشعبيه نجحتوا في استرداد زلنج وكادوغلي بدون طلقه وحافظتوا على حالكم، انتوا احسن مجموعه في الحرب ده من كل الاركان ده، نجحتوا في مشاركه الحرب ده، حافظتوا على حواضنكم، تمددتوا، سيطرتوا على مناطق واسعه، كلمتكم مسموعه على مستوى العالم ده. يبقى انا مالي أنا يعني ده قريبي انا عشان ده ما اقعد معه. انا شايفه انه اي ذو كتله بيقدم مشروع بتاع تغيير بلد على انا عشت 40 سنه ده، والله انا لو الشيطان بمشي معه. انا ده اقول لكم ما عدا جنجويد طبعا. فكاري اون يا حركه الشعبيه وقدم نفسك واشتغل اليوم ده ما تنوموا. مثل الحركه الشعبيه السياسيين وعسكريين ما تخلوا جنجويد ده يعمل على غرار الفاشل دلج الفاشل كادوغلي، ما تخلوها، لانه مجموعات لو دخلت ودينا ما بخلي كائن واحد لا في الحته دي. الكائنات ده كائنات ضرر على الانسان. انت حافظ المنطقه دي، دي الكتله الوحيده تبقى على شعوب الحمل ده.
لانه جنجويد على علمك هو ركب موجه الحمش، لكن ما بتمثل الحمش بالصوره هسه ماشي عليها، لان سلوكه تماما ما سلوك بتاع شعب الحمش على الاطلاق. عشان ده لو حفظتوا القصه دي، المناطق ده سيطرتوا عليها او حافظوا عليها على غطاء النطاق. انا رسالتي للقيادات الموجوده بتاع شعب الحمش، ابتداء من كباش وكله، يا اخي راجعوا حساباتكم بتاع 40 سنه ده. حافظوا على حالكم. لسه بتاع في دوله الان تقاتلوا ناس وندوا سلاح. الكلاشينكوف القاعد هسه، الناس اللي شايلين كلاشينكوف قاعدين في ادغال، ده ما ينفع. ده ما يعني استسلام. ما سلموا لجنجويد، سلموا للحركه الشعبيه. افضل السيئين، افضل السيئين في كتله كله. لانه انا ما ضراني يتمرد، لانه ده بلده. انت منو ذاته تخلي زول ما يتمرد؟ يعني تمرد عنده حقوق وعنده مطالب موضوعيه واستحقاق للشعوب ده. انت منو؟ انا استغرب هسه في ناس بتاع حركات نمشي كاوده بتاعتها. انت زول هبل، انت ما قدرت تسترد مناطقك تمشي كاوده يا سروال. انت ما قدرت تمشي تحافظ على مناطقك تمشي كاوده. مالك من امك من الكوده؟ كوده اترك لاهلهم وهم حريين يودوها سماء ذات البروج. انت مالك؟ حكى في موجه بتاع سرج الاسياد ده، ماشي كوده ماشي كوده، كلام فارغ ساكت. والله انا بالله الناس كلهم، والله انا والله بعد لكم كلكم ما ارحم اي زول. لانه للامانه انا شايف مشهد قدامي ده بالكربون، قاعد يترجم الكلام ده بالكربون. مش هذا اللي اول يوم انطلق الحرب ده والله جاب الكربون. بني ادم قاعد يقعد يتفرج بس، يخسر ويخسر 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 كل شيء. الان ما عنده اي قدره. قال نطلع مظاهرات، قال مع الجيش، قال معاذره للجيش يعني. ورسلوا انا على علمكم على منصه، على مستوى المنصه دي رسلوا قال نشتغل اعلام. ندعم المنصه. يوم 13 ديسمبر اختار يوم ده 13 ديسمبر ده على علمكم يوم كانت ثوره 19 ديسمبر على علمكم. كان ما 19، كان 13 ديسمبر. اختار اليوم ده ما يشعر لك كيزان يعني. هيودينا وين؟ خليه يكون كيزان وغيره، هيودينا وين؟ هيودينا انا قريبي واهلي ده هيودوه في محرقه ثانيه يقتلوه ثاني نقعد نتفرج يعني. انا مالي مالكم يعني، قيادات فشلتوا زباله يعني. تركبوا موجه بتاعكم ان شاء الله تندسروا وكلكم تموتوا تحت مالي مالكم انا. قال لي انا الليله لو انتهيتوا انت قدرتوا ان نمشي نمسك راسي ده والله فلان مات وكده. مالي مالكم. انتوا ما قاعد تفيدوا اهلكم، تفيدوا مناطقكم، ما قاعد تفيدوا شيء. زي الذنب الكلب المكتوب قاعدين هناك. مالين جيوبكم وكروشكم يا اخي. زول وزير تجيبه زي ده اقسم بالله ما حال تعبش ما في، ما باقي الا يتفجر يعني. شبعانين قروش في البنوك امور وعربات. تلقى زول صغير، اطفال صغار راكبين عربات بالاف الدولارات. دول راكب له عربيه $60,000 في بورسودان. جابوا من وين يا حراميه؟ جبتوها على حساب الناس اللي قاعدين هناك في معسكرات ده، ولا الناس اللي جاكم هناك بالكداري 600 كيلو لقطه من فاشر ده اللي انت تركته، ولا جيت ما تغطشي تجي تستقبلهم خسرت ما اعرف لك جين احمر، ولا الناس اللي قاعدين في الشات هناك اللي قاعدين 23 سنه ده. عملت شنو على دينكم؟ انا قال عملت شنو على الناس دي؟ يا اخي في الوقت ده زول بملا جسمه ذاته، زول ما عنده ضمير ذاته. والله بعدين اجاوزكم، انا اديكم من الاخر يعني، واعلى خيلكم اركبوها، لانه ما عندكم خيل ذاته بعد ده. طلعتوا بتاع عمير ساكت.